سأضرب لك مثالا ممن يستفيد بالكلام ولو كان قليلا. أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بإسناد حسن قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا الحسن البصري رحمه الله أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له. الولاء قد يكون ولاء إسلام وقد يكون ولاء عتق إلى غير ذلك، وهذا لا نخوض فيه، ولكن اجعل المولى كالخادم. فترك ابنا له ومولا له، أي ترك خادما مع هذا الابن، فأوصى مولاه بابنه فلم يألوه، يعني لم يقصر في تربيته حتى أدرك، حتى بلغ هذا الابن، زوجه هذا المولى، هذا الخادم زوج ابن سيده، زوجه ابنته مثلا واحدة من محارمه، فقال له هذا الابن: جهزني أطلب العلم. فجهزه، فأتى عالما فسأل العالم فقال له العالم: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. فحضر منه وقت الخروج، فذهب إلى العالم فقال: حضر مني الخروج فعلمني. فقال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. علمه 3 كلمات، هذا ما رجع به من العلم. كيف تصرف في هذا الذي علم؟ هذه هي المعضلة. لو أنه حفظ كثيرا ولم يستفد منه شيئا ما آل أمره إلى ما سيؤول إليه مما تسمع إن شاء الله. قال: لا، اتق الله واصبر ولا تستعجل. اتق الله واصبر ولا تستعجل، احفظها وعمل بها. اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال الحسن البصري: وفي هذا الخير كله. فجاء ولا يكاد ينساهن، إنما هن 3: اتق الله واصبر ولا تستعجل. ماذا ينسى؟ إنما هن 3. فلما جاء أهله كان الخادم قد زوجه ابنته أو أخته، زوجه إحدى محارمه قبل أن يخرج لطلب العلم. فلما جاء أهله نزل عن راحلته، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة، يعني نام بعيدا عنها ولكنه معها في الحجرة، وإذا امرأته نائمة. قال: والله ما أريد ما أنتظر بهذا، هذا أمر كبير. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع، فلما قام على رأس الرجل النائم، فلما قام على رأسه قال: ما أنتظر بهذا شيئا. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره: اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع إليه، فلما قام على رأسه استيقظ الرجل، فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله وسأله قال: ما أصبت بعدي؟ من الذي كان نائما؟ المولى الذي هو حموه، إن كان زوجه ابنته أو هو خال امرأته محرم له، فلا بأس أن ينام هكذا، هو من محارمها، ولكنه لم يتبين. وفي كل مرة كان يريد أن يأخذ السيف، فلما قام على رأسه انتبه الرجل واستيقظ، فوثب إليه عنقه وقبله. وإذا المولى الذي لم يألو جهدا في تربيته حتى كبر وزوجه، وهو أحد محارم امرأته، والذي راود هذا الابن نفسه مرة ومرة لكي يقتله ويقتل المرأة، يقوم إليه يعانقه ويسأله: ما أصبت بعدي؟ قال: أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك 3 مرار، فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. لأنه عمل بما علم بكلمة: اتق الله واصبر ولا تستعجل. تستفيد
لو أنك عملت بما علمت. أما أن تحفظ ثم لا تفهم، هذا ليس مطلوبا في الشرع، ما أراده الله منا، بل أنزل كتابه ليتدبر، لكي يعلم، ليتفقه فيه، لتعلم معانيه، ثم من أجل أن يعمل به. فأنت مثلا عندما يقال لك اتق الله، ما معنى اتق الله عندك؟ تسمع كلاما كثيرا في تعريفها ولا تستفيد من هذه التعريفات، وهي عظيمة وجامعة ومانعة، ولكن ربما لا تستفيد منها شيء. فإذا قيل لك التقوى فعل المأمور وترك المحظور بنية، إذا فعلت ما أمرت به واجتنبت ما نهيت عنه بنية لله تبارك وتعالى كنت من المتقين.